في علامات واضحة جدا بتقول إن الوضع المالي لأي حد فينا ممكن يكون أحسن بكتير من اللي هو متخيله. النهاردة بقى هنكشف عن المؤشرات الحقيقية دي اللي غالبا موجودة في حياتنا وإحنا مش واخدين بالنا منها خالص. سؤال بيجي في بالنا كلنا، آخر كل شهر بنبص في الحساب البنكي ونسأل نفسنا، هو أنا بجد مش فاهم الفلوس بتروح فين؟ تحس إنك بتجري في ساقية والمرتب بيتسرب من بين إيديك، إحساس صعب قوي. والحقيقة إن معظمنا عايش على الحافة، حاسين إننا على بعد خطوة واحدة بس من أزمة مالية. العربية تعمل صوت غريب، الموبايل يتكسر، فاتورة تيجي أعلى من المتوقع، وفجأة تحس إن كل حاجة ممكن تقع في أي لحظة. بس استنى لحظة، ايه رأيك لو قلتلك ان الإحساس ده ممكن يكون مجرد وهم؟ ماذا لو كنت في الحقيقة بتعمل أحسن ماليا مما بتتخيل؟ ماذا لو كنت ماشي صح حتى لو بخطوات بطيئة؟ طيب عشان نفهم ازاي ممكن نكون بنعمل أحسن من اللي متخيلينه، لازم الأول نعرف ايه هي المشكلة الحقيقية. ليه دايما حاسين إننا متأخرين ماليا؟ المشكلة إننا بنقارن نفسنا بصورة مزيفة على السوشيال ميديا، بنقارن كواليس حياتنا الحقيقية بخطواتها البطيئة والمجهود اللي مش متشاف بالصورة المتفلترة اللي بنشوفها كل يوم. مش بنشوف التقدم الحقيقي بتاعنا، بنشوف بس اللي ناقصنا مقارنة بالصورة دي. والواقع اللي محدش بيتكلم فيه إن غالبية الناس مش قادرة تتحمل مصروف مفاجئ بسيط من غير ما تستلف، وفي نفس الوقت عندهم أقساط والتزامات ومصاريف أكبر منهم، والمجتمع بيسمي ده الطبيعي. بس بصراحة عمرك حسيت إن الطبيعي ده غلط ولا شايفه عادي؟ قولي رأيك في الكومنتات. طيب سيبك بقى من كل ده، إيه هي العلامات الحقيقية اللي بتقول إنك ماشي صح؟ خلينا نبدأ بالعلامات الأساسية اللي بتدل على وجود استقرار حقيقي. وقبل ما نبدأ، لو حاسس إن الكلام ده بيلمس حتة جواك، ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة عشان اللي جاي أهم. في الكومنتات اكتب لي شايف نفسك مستقر ولا بتجري في ساقية. أول علامة، بتدفع فواتيرك في ميعادها من غير توتر. ممكن الموضوع يبان عادي، بس صدقني ده مش عادي خالص، ده إنجاز. معناه إنك مسيطر، مش بتجري ورا الديون. دي أول وأهم علامة للاستقرار. تاني علامة، بيفضل معاك فلوس بعد ما تغطي الأساسيات، سكن، أكل، مواصلات. لو بيفضل معاك أي مبلغ حتى لو صغير، فأنت عديت مرحلة مهمة جدا، بقى عندك مساحة تتنفس. تالت علامة، بتوفر بانتظام. اسمعني كويس، مش مهم المبلغ كام، المهم هو العادة نفسها. الالتزام هو اللي بيفرق بين اللي بيتقدم واللي واقف مكانه. بناء العادة دي هو الفرق الحقيقي. لو وصلت لحد هنا والكلام ده بيمثلك، اعمل لايك فورا واكتب في الكومنت أنا ماشي صح، وما تنساش تكون مشترك ومفعل الجرس. تمام، دلوقتي بقى خلينا ننتقل لمستوى أعلى، مستوى الوعي المالي. دي العلامات اللي بتقول إنك خرجت من مجرد مرحلة البقاء وبدأت تتحكم بجد. العلامة الرابعة، مش بتكبر حياتك مع كل زيادة في دخلك. لما تجيلك زيادة مش بتفكر هتصرفها في إيه، لأ، بتفكر هتوجهها لأهدافك إزاي. دي قوة حقيقية. العلامة الخامسة ودي مهمة قوي، الفلوس مش بتصحيك من النوم. لو بتقدر تنام ومخك مش شغال في سيناريوهات مرعبة عن الفواتير والأقساط، فده مؤشر قوي جدا إن أساسك متين. العلامة السادسة، بتسأل نفسك السؤال الصح. مش بتسأل أقدر أدفع الكوست، لأ، بتسأل هل أنا محتاج الحاجة دي فعلا. وهنا خليني أسألك سؤال مهم، آخر حاجة اشتريتها كانت احتياج ولا رغبة؟ جاوب بصراحة في الكومنتات. العلامة السابعة، مش معتمد على مصدر دخل واحد بس. مش لازم يبقى عندك شغل تاني، ممكن تكون مدخرات، استثمار صغير، أي حاجة. المهم إنك مش عايش على حافة انتظار المرتب الجاي، عندك خطة بديلة. وأخيرا بنوصل للجزء الأخير والأهم، العلامات اللي بتعكس عقلية بناء الثروة الحقيقية. دي عقلية اللعبة الطويلة. ولو مكمل لحد هنا فأنت مش شخص عادي، أنت فعلا بتفكر بطريقة مختلفة. عشان كده لازم تعمل سبسكرايب دلوقتي وتفعل الجرس عشان اللي جاي ليك، واكتب لي في الكومنت أنا مختلف. العلامة الثامنة، بدأت تفكر في المستقبل. تفكيرك ما بقاش بس إزاي أعدي الشهر ده، لأ، بدأت تخطط لإجازة، لشقة، للتقاعد. القدرة على التخطيط للمستقبل دي رفاهية مش عند أي حد. العلامة التاسعة، المشاكل الصغيرة ما بقتش بتكسر الشهر بتاعك. تصليحة مفاجأة، جهاز عطل، دي حاجات بتضايق لكنها مش بتسبب انهيار مالي، لأنك بنيت لنفسك وسادة أمان تستوعب الصدمات دي. ونختم بالعلامة الأقوى على الإطلاق، العلامة العشرة، بطلت تقارن رحلتك برحلة أي حد تاني. بقيت فاهم إن النجاح الحقيقي هو التركيز على طريقك أنت وبس. وصلت لمرحلة السلام المالي. قولي بصراحة، إيه أكتر علامة حسيت إنها بتصفك؟ في الآخر، لو لقيت نفسك في أغلب العلامات دي فمبروك، أنت فعلا بتعمل أحسن بكتير مما تتخيل. ولو لأ، فده مش سبب للإحباط، بالعكس تماما،
دلوقتي عرفت تبدأ منين ومعاك خريطة طريق واضحة جدا. رحلتك مش لازم تبقى مثالية ومش لازم تكون زي صور انستجرام، المهم بس إنها تكون بتتحرك لقدام خطوة ورا خطوة. لو الشرح ده خلاك تبص لنفسك بشكل مختلف، اعمل لايك وابعته لحد محتاج يسمعه، واكتب لي في الكومنت أكتر حاجة غيرت تفكيرك كانت إيه.